رسالة وصلتني بعد 8 سنين. أنا اسمي كريم، ودي حكاية مش عارف أفسرها لحد النهاردة. كل حاجة بدأت من 8 سنين، يوم ما صاحب عمري مروان اختفى فجأة من حياتنا. كان شاب طبيعي، محبوب من الكل، وبيشتغل في شركة صغيرة. لكن في آخر أسبوعين قبل ما يختفي كان غريب. عيونه دايما فيها توتر، وصوته منخفض، وكأنه خايف من حاجة. حاولنا نسأله، ما كانش بيرد. وآخر مرة شفناه فيها قال جملة مش مفهومة: لو ما شفتنيش تاني ما تصدقش كل اللي يتقال. واختفى بعدها. الشرطة قالت مفيش جريمة، وأهله قالوا يمكن سافر، لكن أنا ما اقتنعتش. مرت سنين، 8 سنين بالظبط، لحد ما وصلني ظرف بني ما فيهوش اسم مرسل. فتحته بإيدي بتترعش، ولقيت ورقة مكتوب فيها: ما زالوا بيحاولوا يخلوني أسكت، بس آن الأوان إنك تعرف الحقيقة. قريب هتوصلك حاجة تانية، خليك مستعد. وأنا من ساعتها مش قادر أنام طبيعي. مين اللي بعت الرسالة؟ ليه أنا بالذات؟ وليه دلوقتي؟ وأهم سؤال، فين مروان؟